دي قد ايه اثرت فيا، قد ايه بجد اسعدتيني. بحبك كتير كتير، وبحب اي حد بيكبر بخاطري، لان بجد ربنا عالم وربنا هيحاسبني على كل كلمة بطلعها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى ولو انها متأخرة حبيت اقول لكم كل سنة وانتم طيبين. النهاردة تالت يوم العيد، والعيد جيري ورمضان جيري، وربنا يجعل ايامكم كلها عيد وسعادة يا رب العالمين. النهاردة بقى حبيت قررت ان انا لازم اقول لكم على الحاجات اللي انا بقالي شهور مأجلها، لان طبعا بحب انزل فيديوهات تفيدكم وتستفيدوا مني. ولكن النهارده حبيت كده ان انتوا تعرفوا اللي انا كنت مش عايزه اتكلم فيه. طبعا حبايبي واخواتي من خارج وداخل مصر، بحبكم كتير في الله، ربنا يجعلكم نعمة في حياتي. النهاردة يا جماعة أنا جاية أتكلم في حاجتين يمكن يعني إيه محشورين في زوري بقالهم فترة، حاجة حلوة وحاجة وحشة. الحاجة طبعا الحلوة ان انا بشكر كل حبايبي ومتابعيني، والنهاردة ده السبب اللي انا جاية اتكلم فيه والله العظيم. يعني جبر الخواطر، جاية النهاردة اتكلم على جبر الخواطر، واتكلم على الكلمة اللي ممكن تودي، يعني اي كلمة ممكن تتكتب ومش عارفة ممكن تودي صاحبها اللي بيقرأها فين. النهاردة حبايبي طبعا في حبايبي كتير جدا متابعيني بقالهم فترة وعلى راسي من فوق، ومش عارفة اي كلام ممكن اقوله مش هيكون هيوفي اللي هم بيعملوه معايا. بشكركم كتير كتير حبايبي واخواتي من خارج وداخل مصر. يلا نبدأ الفيديو، وحطي اللايك واستني معايا لاخر الفيديو عشان تشوفي هدفي من الفيديو دوت ايه. فاللايك والشير والسبسكرايب، وبتمنى ان انت لو مش مشتركة في القناة، ده شرف ليا وجودك معايا في القناة بجد والله. بيبقى يكون شرف ليا، وعيلتنا دي ان شاء الله تكبر بيكم حبايبي. اول حاجة النهاردة انا جاية اتكلم في جبر الخواطر. قد ايه ممكن كلمة حلوة تخلي صاحبها في مكان تاني خالص. يعني محد بيكتب لي كلمة حلوة، فبحس ان انا عايزة تاني يوم مهما كنت تعبانة، مهما اكون مش قادرة انزل، مهما اكون مش قادرة اشتغل، بحس بكمية طاقة انتوا بتدهاني ما بقدرش احوش نفسي عنكم. مهما يكون عندي امتحانات، عندي ظروف في البيت، عندي اي حاجة، طبعا اي حد في الدنيا بيمر باي ظروف، سامحوني واستحملوني النهاردة لو هتكلم كتير، بس بجد لازم الفيديو ده تسمعوه للاخر. عشان انا النهارده جايه ادي كل واحد حقه على الفتره اللي فاتت معانا. فطبعا اول حاجه بدأنا بيها هي جبر الخواطر، لان اي كلمه بتتقال والله يعني جبر الخواطر ده، قلتي كلمه يعني عملتي اي حاجه بجبر الخواطر، عايزه اقولك ان قد ايه ان انت نفسيا بتكوني مرتاحه، وان انت قلتي لحد كلمه حلوه مهما يكون اللي قدامك ده. حتى يعني لو انت مش يعني في ناس عندي والله العظيم يوميا اي فيديو بنزله بلاقيهم داخلين عندي حتى لو هم مش محتاجين السلعه دي، وقد ايه بيقولوا لي كلام والله ما قادره اوفيهم حقهم. لما حد بقى بيخش لي ويكتب لي من بره كده، من اول ما بيقرا العنوان او اول يشوف الصوره مصغره، الاقي كلام بيتكتب هم اصلا ما شافوش الفيديو، وانا عارفه ان هم ما بيكونوش شايفين الفيديو. ممكن حد يكون بيكتب طبعا مقصود ان هو يهدمني، ان هو يخش يحس ان هو لا، ويكتب بقى كومنتات كتير كتير كتير، بحيث ان اللي يخش يقرا الكومنتات دي فيروح لا دي القناه، فيحس ان هو كده بيهدمني. عايزه اوصل لك رساله، اوصل لك رساله لو بتتفرجي عليا مش هتقدري، لان انا معايا
حبايبي واخواتي. ولما بقول كلمة اخوات والله ما بقولها كلمة علشان خاطر تبقوا مستمرين معايا او اي حاجة، لا انتوا بجد اخواتي، وهثبت لكم دلوقتي ان انتوا اخواتي. وفي منكم الاخت، وفي منكم الام، وفي منكم بنتي، وفي منكم الاخ. بجد هثبت لكم دلوقتي حالا، فخليكم معايا لاخر الفيديو. فيخش يروح كاتب كومنتات كتير كتير كتير، بحيث ان اللي يقرا الكومنتات عايزه اقول لكم اني بلاقي كميه ناس بتخش، واول مره بتخش لي بيكتبوا بيدافعوا عني، واكني يعرفوني، اكني معاشريني، اكني عارفين مين هي ام هيا. الاقيهم بيردوا لان دول اساسا بيبقى عندهم هدفهم هو جبر الخواطر. جبر الخواطر دي ربنا بيبقى مختارها لناس علشان يدخلهم بيها الجنة، لاني زي ما بنصلي وبنصوم وبنزكي وبنتصدق لازم تكون في طريقنا جبر الخواطر. يعني انا مادام عامله محتوى ما باذيش بيه حد، ما ربنا يعلم قد ايه مصداقيتي، قد ايه لما بكون جايبه سلعه مش متاكده منها بجربها انا الاول، ومحدش بيعمل كده والله العظيم. قد ايه ان انا مش اكيد طبعا ما فيش حد بيشتغل عشان ما ياخدش مشاهدات، اكيد ببقى عايزه مشاهدات، بس عايزاها بالحلال، عايزاها تكون مبسوطين منها. ما بجيبش سلعه اونطه واقول اجروا عليها، ولا بقول حتى الحقوا في كذا وكذا وهو ما بيبقاش موجود. بتحصل ان انا مثلا ببقى موجوده وبصور في المكان، ولكن مع غلاء الاسعار اللي احنا فيها، فعقبال ما مثلا ممكن حد يستنى يوم واتنين فبيروح يلاقيها خلصانه. انا بتحصل معايا انا نفسي القصه دي. فجيت في اول رمضان كده، ففي اختي، مش عارفه انا اقول اختي، امي، حبيبتي، كل حاجه بوجهها الرساله النهارده دي في الفيديو ده، ومش عارفه يعني الشكر ممكن يوصل لها ازاي. هي تعرفني من سنه او سنه ونص تقريبا يعني، او يمكن اكتر كمان، متابعاني من زمان جدا. عايزه اقول لكم ان انا مش عايزه اقول عليها متابعه، هي امي، هي اختي، هي حبيبتي، هي كل حاجه. وطبعا كل حبايبي طبعا نفس الكلام. يمكن ليه بخصص لها الكلام دوت، علشان هي عملت معايا حاجه انا هوريها لكم دلوقتي. اختي وحبيبتي ماما زوزو، بشكرك جدا بجد والله العظيم. بوجه لك رساله من قناتي، وبشكرك جدا جدا. ماما زوزو بقالها اكتر من شهر، يعني قعدت اكتر من يعني من قبل رمضان وهي في السعوديه بتعمل عمره، ويعني قعدت لبعد العيد. ماما زوزو اول ما راحت السعوديه لقيتها هي متابعاني، خدت صورة من صوري على المنتدى وعملت اللي انتوا هتشوفوه معايا دلوقتي ده. حنان، النهارده 3 رمضان، كل سنة وانت طيبة، كل سنة وانت بخير، كل سنة وقناتك ناجحة ان شاء الله، وهتنجحي يا حنان بإذنك يا رب، بتعدي المليون. واقول لك فاكرة، كل سنة وانت طيبة، كل سنة وأسرتك بخير، كل سنة وربنا يحفظك، منورة حياتك، تملي قناتك، كل سنة وانت بخير يا حبيبة قلبي. الله يسترها معاكي طريقك وينجحك يا حنان ويوفقك ويخلي لك اولادك وجوزك يا رب، ويرضيكي في جوزك وفي اولادك، نجحهم لك. الله ينور طريقك يا حبيبتي، الله ينور طريقك، الله ينور طريقك وينجحك يا حنان. انا بحبك يا حنان. ده كان في اول رمضان يا جماعه، ماما زوزو عملت معايا الكلام ده. تعالوا بقى، شفتوا الفرق ما بين حد بيكبر بخاطر حد، وحد ما بين ان هو ممكن يقول لحد كلمة ينام يزعل يتضايق. حد يبقى جاي من بره سايب بيته وعياله وكل حاجة عشان خاطر يرضي المتابعين ويرضي الناس ويجيب، وحاسس بقد ايه الغلا مأثر في الناس، فبيبقى بيلف وبيعمل
علشان خاطر يجيب لكم ارخص الاسعار، او حتى يدخل السعادة على حد، وفجأة الاقي حاجات بتتكتب مش حلوة. دي جبر الخواطر يا جماعة. ماما زوزو راحت دخلت الحرم وخدت مني صورة ودعيت لي زي ما انتم شفتوا كده. بجد والله العظيم بشكرك جدا، بشكرك جدا. يعني بجد والله اول ما بعتت لي الفيديو ده انا فضلت اعيط. الكلام ده يا جماعة كان زي ما سمعتوا كده في الفيديو، كان في اول رمضان. طيب جيت امبارح بفتح الموبايل لقيت ماما زوزو بعتالي الفيديو ده. حنان، كل سنة وانتي طيبة، كل سنة وبصحة وسعادة، كل سنة وقناتك ناجحة ان شاء الله بإذنك يا رب، وكوني من الفايزين. كل سنة وانتي بصحة وسعادة، ويسعد قلبك بزيارة الرسول، وينعم عليك بنعيم العافية وبركة العمر وستر اللطف وتاج السعادة. كل سنة وانتي طيبة يا قمر حياتي، كل سنة وانتي بخير، عيد مبارك عليكي. انا عايزه اشكرها، وعايزاكم تكتبوا لها تدعوا لها كده ان ربنا يديها الصحه. وعايزه يعني اقول لكم ان والله جبر الخواطر جميل. بلاش زمان كنت لما قبل ما افتح القناه والاقي حد بيكتب، حد بيطلع صاحب من القناه بيطلع وبيقول انا جاني كومنتات سلبيه وكذا 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 وعملت فيا كذا وكذا وكذا. كنت بقول عادي يعني، طب ما هي يعني ليه تتاثر مثلا بكومنت جالك او حاجه؟ لا، ده بيتاثر لان بتبقى تعبان وطالع عينك علشان خاطر ترضي المتابعين. وبيبقى في ناس بتخش ما بيرضهمش حاجه. انا لسه من شويه قبل ما ابتدي اصور الفيديو ده جايلي لحد النهارده بيجيني تهنئه بان ناس بتخشيلي حبايبي بيدخلوا وبيعيدوا عليا. بشكركم كتير والله العظيم. انا حاسه بفراغ اليومين اللي انا ما نزلتش فيهم فيديوهات. مش مساله ان انا عايزه انزل فيديوهات، مساله ان انتوا بجد حبايبي بيوحشوني، وبحب انزل الفيديو كده واقرا بقى الكومنتات الجميله اللي بتسعدني بجد وبتديني طاقه وبتديني حافز كده ان انا اصحى تاني يوم واصور مهما يكون. والله ما تعرفوش ببقى مأجله حاجات مهمة بالنسبة لي قد ايه. ببقى مأجلة كل حاجة في حياتي علشان خاطركم. بحبكم كتير في الله. بشكرك كتير كتير يا ماما زوزو. بجد الفيديوهات دي قد ايه اثرت فيا، قد ايه بجد اسعدتيني. بحبك كتير كتير، وبحب اي حد بيكبر بخاطري، لان بجد ربنا عالم وربنا هيحاسبني على كل كلمة بطلعها وعلى كل حاجة بعملها معاكم. انا عارفة ان انا طولت عليكم الفيديو، صدقوني غصب عني، لان انا بجد بحبكم كتير. وبجد الفيديوهات اللي هي بعتتها لي دي اثرت فيا جدا. يعني قد ايه حد يروح مره واتنين الحرم ويدعي لي. بحبك كتير بجد، وبحب اي حد بيقول لي كلام حلو، لاني بجد والله بحبكم قوي. انا عارفه ان انا طولت عليكم، بس ما بقاش عايزه اسيبكم لان انتم جزء من حياتي. ولما بقول انتوا عيلتي التانية مش بيبقى كلام، لما بقول انتوا جزء من حياتي مش بقول كلام. بحبك كتير والله، وبحب كل حد بيكتب لي كلام حلو. في بجد والله العظيم بيني وبينكم تليفون، بيني وبينكم شاشة، ولكن اكني معاشراكم واكني انتوا حتة مني واهلي وبنقعد مع بعض. يا رب ما كنتش طولت عليكم الفيديو. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يعود الأيام عليكم بخير، ويجعل عيد الفطر عيد سعيد عليكم إن شاء الله. وان شاء الله كمان احنا داخلين طبعا على امتحانات. ربنا ينجح كل اولادكم يا رب وتفرحوا بيهم، وينجح كل وطالبات الثانويه العامه، وينجح كل الطالبات والطالبات في كل المراحل، وتفرحوا باولادكم. اللهم امين يا رب العالمين. بشكركم كتير في الله حبايبي واخواتي. ان شاء الله انتظروا مني الفيديوهات الجايه باذن الله. هننزل كل جديد، والايام الجايه ان شاء الله هتكون في سعاده، وان شاء الله ربنا يرخص كل حاجه ان شاء الله ويبسطكم حبايبي.
بحبكم كتير في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.